السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم وصفه جلاش. الوصفه ديت حلو وحادق، والحلو فيها ان انا مش هستخدم سمنه كتير. هنلفها بكل سهوله من غير ولا نقطه سمنه. السمنه هتكون في الصينيه اللي احنا هنقدم فيها، وهتكون من على الوش فقط. تعالوا نشوف ازاي هنقدمها. انا هنا مستخدمه بيف، ده بيف دجاج، والاولانيه طبعا كانت تركي، وهنا بقى شوكولاته اللي هي الحلو قوي في اصابع دي ان هي مش بتبقى شاربه زيت، وبجد بتبقى حلوه قوي، او سمنه. اول حاجه بصوا دوت نوع اللانشون اللي انا مستخدماه، وتركي دي الحشوات، زيتون، والجلاش نفسه بقى اي نوع جلاش انتوا حابين. هناخد بقى من الجلاش حوالي ورقتين جلاش. بعد كده هنا انا اللانشون قطعته. اللانشون ده لطيف جدا بجد، انا اول مره اجربه بس حلو، طلع حلو. ده بالدجاج، فلما اجرب البقري هبوريكم برضو. هناخد بقى نقطعه كده، وبعد كده نحطه على ورقتين الجلاش ونلفها رول من جنبين. ناخد بالنا تبقى مقفوله كويس من جنبين. ممكن نضيف بقى زيتون زي ما احنا حابين. مفيش ولا نقطه زيت في اللف خالص. الفكره كلها ان الصينيه نفسها هندهنها سمنه او زيت، ومن فوق برضه هندهنه سمنه او زيت. انا دهنه سمنه، الصينيه نفسها دهنها سمنه، ومن فوق بس اديت له كده معلقه ادهنه من فوق بالسمنه. الحلو بقى ان هي بتطلع مش شاربه الماده الدهنيه، بتطلع حلوه قوي، خفيفه كده، وفي نفس الوقت موفرنا برضو سمنه وزيت. هنا كنت عملت صينيه تانية بالتركي، برضو التركي بتبقى حلوه قوي وخطيره. ناخد قطعه تركي مع شويه زيتون، نقفلها كده من الجنبين عشان ما تطلعش من الجنب، وناخدها رول. هنا بقى جينا لاخر حاجه اللي هي الحلو. دي كانت شوكولاته. الشوكولاته ديت زي ما انتم شفتوها روز جاردن، يا رب كنت قطعتها صح. ده كيلو كان عامل 100 جنيه، بس طعمها حلو قوي. انا اول مره اجربها بس طعمها جميل جدا. برضه هناخد برضه رول، وفي الشوكولاته ناخد بالنا ان احنا نقفلها من الجنبين كويس قوي. ده بقى الشكل النهائي، بجد طعمها حلو قوي، مقرمشه وطريه من جوه. ما شربتش زيت، يعني بتاكلوا وانتوا كده اللي هو الله، لا خفيفه، ولا شربت ماده دهنيه اللي هي السمنه. انا كنت مستخدمه سمنه، فالنتيجه بجد جميله جدا، وفرنا، وفي نفس الوقت طعمها جميل وخفيف. اتمنى تكون عجبتكم. مع السلامه، في رعايه الله.